عايز تتفرج على امتع كوره السنه دي؟ اتفرج على ماتشات برشلونه. اتفرج على ماتشات برشلونه لان برشلونه قادر يفرجك على احلى كوره منه ومن المنافس. زي ما توقعنا بالظبط، هي ماتشات اجنحه ضد باكات. كنا متوقعين تألق دومفريز وتألق رافينيا وتألق لامين يامال وتألق دي ماركو. جلت مننا في دي ماركو. مش متخيل ابدا ان لامين يامال هيقدر يعمل في دي ماركو كده. لا، دي الجبهه اللي فيها دي ماركو وباستوني. انا قلت الجبهه دي هتبقى مقفوله ضبه ومفتاح. لا، ده الراجل كان معاه شخلله مفاتيح وفتح الجبهه على البحري. لامين يامال بيقدم مستوى، كل ماتش كبير بيقدم لي مستوى اعلى من الماتش اللي قبله، وكل مره بيفاجئني وبيبهرني. في كوره نيم دي ماركو وبعته عند الاعلانات وحطها في العارضه، حاجه مفيش اعلى من كده. لامين يامال مبدع، يعني ممتع. كل حاجه عايز تقولها قولها، كل حاجه عايز تتكلم عليها. ازاي ولد في السن ده بالفورمه دي بالكاريزما دي بالمستوى يعني المتطور ده كل فتره اعلى واعلى، وكل ماتش مهم ليه دور وليه بصمه. وعلى الناحيه الثانيه زي ما توقعنا بالظبط، دومفريز عمل ماتش عمره، ماتش يعني دفاع وهجوم جامد جدا، ما يسألش على اي حاجه خالص. دفاعيا قفل على رافينيا على قد ما يقدر، بس هجوم برشلونه مرعب. يعني حتى هم لاعبين 120 دقيقه كلاسيكو، الناس النهارده واصله 19 شوطه على مرمى الانتر اللي واقف تقريبا يعني كله ورا. وفشل ذريع ان هو يقفل على مفاتيح لعب برشلونه، لان برشلونه الفرقه كلها بتلعب والفرقه كلها مفاتيح لعب. السنه دي برشلونه مش اول مره ترجع، مش اول مره لما يخش فيها جونين ترجع. حصلت في ماتش اتلتيكو في الكاس، وحصلت في ماتشات كتير في الدوري. يعني الشخصيه والروح والاراده عند الفرقه دي غريبه جدا. وعايز اقول لك ان برشلونه من الدقيقه 20 من بعد الجون الثاني بتاع دومفريز لحد الدقيقه 35 ضغط مرعب فظيع جدا. يعني حوالي 5 6 فرص لحد ما قدروا يسجلوا جونين. مجنون هانز فليك، مجنون بجد. مفيش ضغط كده. الراجل بعد ما حقق التعادل كمان قلنا بقى ايه، يعني هيلعب على الهادي واحده واحده. الراجل كمل الماتش كله بضغط عالي، يعني لدرجه ان الانتر كان هيخطف جون في الاخر لمختريان لولا يعني صباع رجله الكبير. الماتش العوده زي ما احنا عارفين هو هيفضل 50-50، لان برشلونه هتلعب بنفس الضغط ده وبنفس القوه دي وبنفس الاصرار على الفوز، لان هي بقت فرقه عندها روح جامده جدا، عندها خط هجوم مرعب. لو هيخش فيا 2 هيدخل 3، لو هيخش فيا 3 هجيب الرابع. والنهارده يعني لولا بس الكوره اللي في العارضه بتاعت لامين يامال، ولولا ان فران توريس كمان ما قدرش يسجل النهارده غير هدف واحد من الاربع فرص اللي جوله، يعني كان ممكن الماتش يوصل لاربعه وخمسه. الناحيه الثانيه الانتر خط نص ملعب الانتر ما قدرش يقف قدام برشلونه، لا بدري ولا اولم ولا ديونج ولا قدر يقف قدامهم. يعني من اقل ماتشات باريلا ومختريان وهكان. ماتش كويس الى حد ما، بس مش بدرجه القوه اللي احنا كنا متوقعينها من نص ملعب الانتر، بفرق حكم السن وحكم طبعا المعدلات الجري وحكم الضغط الكبير اللي كانوا بيقابلوه. خليني اقول ان ماتش العوده صعب جدا على الانتر، خصوصا ان لو تورو مارتينيز اتصاب الله اعلم هيلحق ولا لا. مهدي تريمي مش بالمستوى اللي فيه لوتارو طبعا، ولا ترام هو الفينيشر اللي يقدر يخلص. وهيفضل ماتش العوده على يعني ايه، على كف عفريت. مين يامال لو فضل بالمستوى ده في لحد ماتش العوده، متهيألي جدا فرصه برشلونه ان هي تكسب في ايطاليا عادي جدا، ما حصلش اي حاجه. وساعتها هنشوف نهائي. انا نفسي اشوف النهائي ده بصراحه، نفسي اشوف برشلونه بتلاعب باريس في نهائي، ملعب مفتوح، فرقتين بيلعبوا ضغط من قدام، بيلعبوا كرة سريعة، هجوم هنا وهجوم هنا، نص ملعب عظيم هنا ونص ملعب كبير هنا. ونشوف نهائي فعلا متوازن متكافئ. يعني ساعتها محدش هيبقى عارف مين هيهاجم مين ومين هيبني الكرة على مين. هانز فليك المجنون اللي بيلعب بخط دفاع يعني واقف يعني قبل نص الملعب ب10 متر في سيمي فاينل في تشامبيونز ليج، والتاني لويس انريكي اللي بيلعب بفرقه كلها يعني شباب، كلها سرعه وكلها ضغط. وساعتها هنشوف معركه يعني عظيمه في نص الملعب، ومعركه هجوم هنا وونجات هنا قدام ونجات هنا، ومين بقى اللي يسجل اكتر ومين اللي يستغل الفرصه. برشلونه عندها مشكله صغيره جدا،
برشلونه الحاجه الوحيده اللي المجنون هانز فليك يعني متسبب فيها بهجومه ده، ان انتر راح 5 6 مرات بس على جون، جاب 3 اجوان، وده معدل كبير جدا في يعني في مرحله زي دي وفي بطوله زي دي في سيمي فاينل. لولا السنتي ونص ولا 2 سنتي بتوع التسلل بتاع مختريان كنت ممكن تطلع خسران في اسبانيا 4-3 عادي، وكان يبقى الماتش في ايطاليا صعب. انا عارف ان هي دي طريقه هانز فليك من اول الموسم، بس في مراحل الحسم دي انت لازم تكون واقعي شويه، لازم تكون يعني تدي تعليمات لخط دفاعك انه ما يبقاش متقدم بالطريقه دي. احنا شفنا 3 فرص في الشوط الثاني للانتر يعني شبه بعض، كلهم من الجبهه اليمين، كلهم من عند دومفريز، لولا بس ان موجود ترام وتريمي لكانت خلصت، كانت يعني جابوا الرابع وكانت الامور اتصعبت جدا. يظل ماتش العوده على كف عفريت، هيفضل ماتش صعب 50-50. الاصابات هتحدد طبعا يعني مسار ماتش العوده في ايطاليا عامل ازاي. هل لو تارو مارتينيز هيلحق؟ هل في ناس من لعيبه برشلونه هتلعب؟ هل بالدي هيرجع؟ هل ليفاندوفسكي هيلعب؟ احنا متاكدين منه ان احنا هنشوف ماتش تاني عظيم في ايطاليا كمان اسبوع. انا مش قادر استنى بصراحه يعني عشان نتفرج عليه. وده يعني تقريبا من اقوى السيمي فاينلز اللي اتفرجنا عليها خلال السنين اللي فاتت. في الاربع فرق بيلعبوا كوره حلوه قوي، بيلعبوا كوره سريعه، وهي دي الكوره اللي انا بحب اتفرج عليها، واكيد انتوا كمان بتحبوا تتفرجوا عليها.